الناس اللي بقالها فترة بتعافر ولسه ما لقيتش جديد، فاستسلموا للحزن وكأنه اوبشن حلو نكمل بيه الحياة. مجدي يعقوب لما سألوه ايه اكتر حاجة بتضعف عضلات القلب، ما قالش اكل مش صحي ولا قال اهمال معين في الجسم، ولكن قال اكتر حاجة بتضعف القلب هي الحزن. الحالة النفسية اللي بيبقى عليها الإنسان ما ينفعش نستهون بيها أبدا. الغدد اللي في الجسم بتفرز مواد كيميائية كل يوم، 6 مواد كيميائية كل يوم بتساعدنا إن احنا نقوم تاني بعد كل وقعة ونقدر نعافر ونقاوح في الدنيا. منهم مادتين، مادة اسمها الدوبامين ودي بتعادل الحشيش، ومادة اسمها الاندروفين ودي بتعادل المورفين، مش بهزر والله. المواد دي بتساعدنا ان احنا نبقى في حالة متوازنة ومبسوطين شوية عشان نقدر نكمل. لما الانسان بيحزن ويستسلم للحزن، المواد دي بتتلخبط والافرازات بتاعتها في الجسم بتتلخبط، فبالتالي بتلاقوا الناس اللي استسلموا للحزن فترات طويلة واللي استسلموا للاكتئاب فترات طويلة بدأوا يدوروا على المخدرات عشان يعوضوا الجسم المواد دي، رغم ان سبحان الله ربنا خلقنا اصلا بالمواد دي وموجودة في جسمنا لو ما استسلمناش للحزن. فالحزن اصلا مش اوبشن انك تستسلم ليه، ولا جدعنة ولا شطارة، انك تقوم وتكمل رغم اي حاجة وتقاوح، هي دي الجدعنة والشطارة. الناس اللي بتعافر عايزة اوريكم حاجة. انت عارف ان انا راضي الحمد لله، صح؟ عارف اني راضي ودايما بقول الحمد لله. بس ايه حكمتك ان مفيش حاجه بتكمل؟ لا عارف اشتغل شغلانه بحبها ولا عارف اتجوز اللي بحبها ومفلس. ليه دايما في حاجه بتصدني عن طريق الخير؟ ولا هو مش خير؟ ولا هو مش خير يا رب؟ انا عارف ان كل حاجه بتعملها بحكمه، وان محدش غيرك عارف الخير فين، بس انا تعبت. انا تعبت ومش قادر اكمل. انا هقف. انا مش هكمل. أنا حسن، تميت 32 سنة، اتخرجت من كلية تجارة واشتغلت بكل حاجة في الدنيا. بحب اطلب كده يعني كاشير على دليفري. أنا بحب الكتابة جدا، وهي سبحان الله بتجري في دمي. قدمت من سنين طويلة في كل حتة، قدمت قصص قصيرة ورواية أدبية، بس في حاجة غلط. دي حتى مسابقة المنحة اللي أنا عارف إنها صعبة وبياخدوا فيها واحد بس، برضو قدمت فيها. أنا قررت أمشي ومحبتش أرمي نفسي من فوق عمارة أو ترمي قدام عربية. مش عايز أعضائي تبوظ، عايز أتبرع بالصالح منهم للمحتاج. أنا مش أناني، أنا عايز أنهي الرحلة بدون عقد أو فلسفة. بس اللي هحزن عليهم قوي يوسف أخويا وهدى خطيبتي. سلاما إلى أهلي وأوصيكم الحب لكل الناس. حسن أوصيكم بأنفسكم خيرا وبأولادكم حبا. ادفنوني فوق جبل، عايز جسمي يغطيه تراب مش أسمنت. وخلوا بالكم من هدى ومن آخر العنقود يوسف أخويا حبيبي اللي حبي ليه أكبر من الكون كله، مش عشان مش بيتكلم، بس عشان بحسه ابني مش أخويا. هفارقكم وانا تميت 2 أسبوع و4 شهور و32 سنة. الحقوني، حسن في ايه؟ بتردش ليه يا ابني؟ حسن
على الدنيا وقد عجبت السلامة فيها ترك ما فيها لا ضرر للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت. حسن اخويا حنان قوي وعمره ما قال لي لا على اي حاجه، الوحيد اللي بيعرف انا عايز ايه من غير ما اتكلم. هدى جارتنا دي اكتر واحده بتحب حسن، وهم مخطوبين من 6 سنين. هدى ممرضه في المستشفى اللي ورانا. اذهب إلى ولدي وأعلمه. أستاذ حسن موجود؟ أستاذ حسن موجود؟ وأبلغه لا الدنيا ستدركه. طيب ده ظرف المنحة من منظمة اليونيسيف، بس لازم هو اللي يمضي عليها، ما ينفعش حد تاني. ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ ده احنا ملناش غيرك، ده احنا ملناش غيرك، ده انت نور عينيا، ده انت الهوا اللي انا بتنفسه. انا متضحي باللي بيحبوك يا ابني. ده رحمة ربنا واسعة، رحمة ربنا واسعة، ربنا كبير ما بينساش حد. يا حبيبي أستاذ حسن موجود. أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، أحمدك يا رب، فضلك علينا كبير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. خد بالك ممكن تكون حاسس بالإحساس ده عشان في حاجة أخيرة فقدتها فخلت الوازين كلها باظت عندك. خد بالك في حاجات ممكن تزعل عليها وتعيط عليها الأيام أحسن ما كنت تعيط عليها وتعيط منها العمر كله لو كملت معاك. وصدقني الخير هو اللي ربنا اختاره، في أي حاجة فقدتها صدقني هي دي الخير. تاني حاجة ربنا بيربيك على عينه انك ما تبقاش انسان بتعبده على حرف، يعني في الخير وفي الفرح حلو وبتقرب منه، وفي الحزن والابتلاء تبعد عنه. كمل وخليك جنبه رغم ان انت حزين عشان ما تبقاش من الناس اللي بتعبده على حرف. ولازم تكمل، لازم تكمل رغم اي حاجة. انا حاسة بكل حد بيمر بالفترة دي وبدعي له ربنا يخرجه منها على خير ويفك كروبنا ويقدرنا على ان احنا نقوم من اي تعب نفسي، عشان الانسان لما بيستسلم للحزن فعلا كل حاجة بتقف في حياته. السلام عليكم. ايه اللي بيوجع قلب الناس اللي حاجات كتير، انما اوحش حاجة هو الحزن. الحزن واحنا الحزن مالينا بقالنا فترة. مش عارف، كل الناس بيجي لهم حزن في حاجات مختلفة، انما الحزن فعلا الحزن بيوجع القلب. بيوجع القلب، يعني مش بيزعلنا بس كده ونحس ان احنا موجوعين وخلاص، بيأثر على القلب وبيخليه حتت منه تضعف ساعات. يعني دي حاجات شفناها في السنين اللي فاتت دي قريب، ان يعني القلب المكسور من الزعل ده يعني القلب المكسور بجد بيعاني. يعني مش ميتافور. البروكن هارت ده مش ميتافور، مش ترو. البروكن هارت سيندروم اوريها لحضرتك، القلب ما بيشتغلش بعد ما حد يزعل جدا. وبعدين الحاجه الكويسه انه اذا ما حصل لهمش حاجه يرجعوا تاني طبيعي بعد اسبوع. ممكن عضله القلب تضعف وبعدين تقوى تاني، ولا لو ضعفت خلاص؟ لا تقوى تاني. انما الحاجه المخيفه انها في وقت ما تكون ضعيفه جدا ممكن يحصل مضاعفات والانسان يموت.